أحمد حسام ميدو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدرب ومقدم تلفزيوني ورجل أعمال. ميدو كان يعتبر أهم نموذج احتراف بالنسبة للمصريين قبل ظهور محمد صلاح. لعب ميدو في 6 دوريات أوروبية مختلفة، واتقال عنه في فترة من الفترات إنه أحسن من زلتان إبراهيموفيتش ودروجبا. وفي 2013 بيقرر أحمد حسام ميدو إنه يعتزل لعب كرة القدم نهائيا، ولما اتسأل عن سبب اعتزاله المبكر قال إنه كان مقر من بداية مسيرته إنه يعتزل عند سن ال30. لا يمكن العب بعد سن 30. كانوا كلهم يقولوا لي لا انت مجنون، لا يمكن، انت بتغني، اقول لهم لا يمكن. اهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف ازاي قدر اللاعب احمد حسام ميدو يجمع اكتر من 47 مليون دولار خلال مسيرته الكرويه. احمد حسام حسين عبد الحميد المعروف باسم ميدو، مواليد 23 فبراير 1983. بدأ مسيرته الكروية في الدوري المصري الممتاز عام 1999 مع نادي الزمالك، وبعدها لعب ميدو ضد فريق الألمونيوم وسجل هدفين علشان تنتهي المباراة بعدها بفوز الزمالك 3-2. يوم 28 مايو عام 2000 شارك ميدو في أول مباراة إفريقية ليه ضد البني الأثيوبي، وقدم ميدو أداء ممتاز خلال المباراة. نجح فريق الزمالك إنه يصعد لنهائي كأس الكؤوس، وبيقدر الزمالك بمشاركة ميدو في المباراة النهائية انه يفوز على الفريق الكاميروني كانون ياوندي بنتيجة 4-3. اداء ميدو مع الزمالك في افريقيا خلاه مصدر اهتمام لاندية كتير، منها نادي جنت البلجيكي. انضم ميدو لنادي جنت وهو عنده 17 سنة، وبعد فترة قليلة جدا من انضمامه للفريق قرر المدرب باتريك ريمي يضمه للفريق الأول. تألق ميدو مع الفريق الأول بشكل كبير وسجل 11 هدف في 21 مباراة. كمان قدر يفوز بحذاء الأبانوس البلجيكي عام 2001 كأفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي الممتاز. أداء ميدو مع نادي جنت لفت انتباه نادي إياكس أمستردام الهولندي، وبيقرر نادي إياكس إنه يضم ميدو لصفوف النادي بتاعه، وفعلا بيقدم نادي إياكس عرض النادي جنت بضم ميدو للنادي مقابل 4 مليون و200 ألف يورو، وطبعا بيوافق نادي جنت وبينتقل ميدو لنادي إياكس أمستردام. بداية ميدو بقى مع نادي إياكس ما كانتش بالشكل المطلوب، وده بعد تعرضه لارتجاج في المخ بسبب اصطدامه بأحد المدافعين في كأس الاتحاد الأوروبي، وبيغيب ميدو بعدها لمدة شهر عن الملاعب، ولكن بيرجع مرة تانية وبيشارك مع فريقه في مباراة ضد هيرينفين، وبيخسر إياكس وقتها بنتيجة 5-1. في 2002 حصل خلاف بسيط بين ميدو ومدرب إياكس رونالدو كومان، اللي كان دايما بينتقد ميدو وبيقول عنه انه مش بيبذل اكبر مجهود ليه في الملعب. وبسبب تزايد الخلاف بينه وبين المدرب كومان بيصرح ميدو انه عايز يسيب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. بعدها بيقدم نادي سيلتا فيجو عرض لاستعارة ميدو في مارس 2003، وبيلعب ميدو مع النادي لمدة 5 شهور. وبعد انتهاء فترة الإعارة لنادي سيلتا بيبيع نادي إياكس ميدو لنادي مارسيليا لمدة 5 سنين مقابل 12 مليون يورو. الصفقة دي خلت ميدو أغلى لاعب كرة قدم مصري في التاريخ في الوقت ده. شارك ميدو لأول مرة في فوز مارسيليا على جانون بنتيجة 1-0 في 1 أغسطس 2003، وسجل بعدها في شباك ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. قدم ميدو أداء ممتاز في الدوري الفرنسي. بعدها جاله عرض من روما في الانتقالات الصيفية في موسم 2004، ووقع ميدو العقد مع روما مقابل 9 مليون يورو لمدة 5 سنين. لعب ميدو أول مباراة ليه مع روما ضد ميسينا في سبتمبر 2004، لكن روما بتخسر المباراة دي بالنتيجة 4-3. وبعد موسم كامل مع روما وقع ميدو على عقد إعارة لنادي توتنهام في يناير 2005 لمدة 18 شهر. وفي 5 فبراير سجل ميدو أول أهدافه مع نادي توتنهام ضد نادي بورتو سموث، وبدأ يتألق ميدو بعدها مع النادي. وفي يوليو 2005 أنشأ ميدو أكاديمية كرة قدم في مصر هدفها رعاية المواهب الشابة. وفي 2006 صرح ميدو وقال إنه مش عايز يرجع لروما تاني، وهو عايز يفضل في توتنهام. وبعد انتهاء مدة الإعارة وقع ميدو عقد دائم مع توتنهام، واستمر ميدو في التألق مع الفريق، وسجل في الموسم ده 11 هدف في 27 مباراة، وكان تاني افضل هداف في توتنهام. في الوقت ده ميدو جاله عروض كتير من الانديه، منها نادي برمنغهام سيتي اللي عرض 6 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على ميدو، ونادي سندرلاند عرض نفس المبلغ هو ونادي ميدلزبرا. لكن في النهايه بيستقر ميدو انه يوقع عقد مع نادي ميدلزبرا لمده 4 سنين، واستمر في التألق وتسجيل الاهداف مع النادي، ولكن للاسف بيتعرض لاصابه بتبعده عن الملاعب لمده 3 شهور، بس بيتعافى وبيقدر يرجع للملاعب مرة تانية وبيقدم أداء ممتاز مع فريقه. وفي 2011 بيرجع ميدو يلعب في صفوف نادي الزمالك مرة تانية. لعب مع الزمالك موسم واحد وبعدها انتقل لنادي بارنسلي في 2012، وده كان آخر نادي يلعب فيه ميدو قبل اعتزاله. ميدو ليه مسيرة كويسة إلى حد ما مع المنتخب. بدايته كانت في 2001 لما قرر الكابتن محمود الجوهري إنه يضمه للمنتخب، وكان ميدو متألق بشكل كبير مع المنتخب لدرجة إنه سجل 19 هدف في 51 مباراة دولية. لكن حصلت مشكلة بينه وبين حسن
حسن شحاتة خلال مباراة مصر والسنغال، لما قرر حسن شحاتة انه يخرج ميدو وينزل مكانه عمرو زكي. وبسبب اعتراض ميدو الغير لائق على التغيير، قرر اتحاد الكرة المصري توقيع عقوبة الايقاف لمدة 6 شهور على ميدو. وبسبب توتر العلاقة بينه وبين حسن شحاتة، قرر حسن شحاتة يستبعده من قائمة كأس الأمم الأفريقية في 2010. وقتها طلع الجهاز الفني للمنتخب وقال ان استبعاد ميدو ملهوش علاقة بالمشاكل السابقة، لكن هي مشكلة فنية. وفي 11 يونيو 2013 اعلن ميدو عبر حسابه على تويتر عن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مشوار حافل في الملاعب. وفي 2014 اعلن الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك عن تعيين احمد حسام ميدو مدير فني للفريق، وتعتبر دي اول تجربة لميدو في التدريب. واستمر ميدو مع نادي الزمالك لمدة موسم واحد، حقق من خلاله لقب كأس مصر، واصبح اصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية يحصل على بطولة رسمية. لكن في 30 يونيو 2014 اعلن المستشار مرتضى اقالة احمد حسام ميدو وجهازه الفني وتعيين حسام حسن. وفي 7 نوفمبر 2016 اعلن مسؤول نادي وادي دجلة عن تعاقده مع ميدو علشان يتولى مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين. وبعد انتهاء مدة التعاقد مع فريق وادي دجلة، بيتعاقد ميدو مع نادي الوحدة السعودي في 2019 واستمر مع الفريق لمدة موسم واحد. وفي 2020 بيرجع ميدو تاني للدوري المصري وبيتعاقد مع فريق مصر المقص، وكان عنده طموح انه يصعد بالفريق لكأس العالم للأندية، لكن الحلم ده تحطم مع فقدان النقاط المتتالية للفريق. كل الأعمال دي قدر ميدو من خلالها انه يجمع ثروته، لكن بعد اعتزاله لكرة القدم اتجه لمجال الأعمال الحرة. آخر ظهور لميدو على شاشات التلفزيون كان في برنامج شارك تانك مصر اللي أعلن فيه عن شركته ذا ميكر، ودي شركة متخصصة في اكتشاف الأطفال الموهوبين. وعلى حسب اللي قاله ميدو بنفسه في البرنامج، فقيمة الشركة دي 250 مليون جنيه. في النهاية ميدو كان واحد من أحرف اللاعبين المصريين ويستحق كل النجاح اللي حققه، ويمكن لو كان التزم في مسيرته الكروية وقدر يحافظ على مستواه كان كسر كل أرقام محمد صلاح الحالية. بس يا سيدي، هنا نكون وصلنا لنهاية موضوع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في التعليقات. سلام عليكم.